ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. تعالوا اقولكم ازاي نلعب لعبة قول او اعمل. اللعبة فيها لغتين، فرانكو وعربي. انا جبت فرانكو، بس انتوا عادي ممكن تجيبوا عربي. انا جبت اللي كان موجود. بنجيبها منين؟ انا جبتها من فيرجن ميجا ستور اللي في مول مصر. فيرجن موجود في معظم المولات، وبتتباع برضو في كذا محل، بس مش عارفة غير فيرجن الصراحة. الصراحة اللعبة حلوة جدا. لو لعبتوها مع صحابكو او لو في تجمع عيلة وكده لذيذة قوي قوي. بصوا، نفتح ده كده. تمام. وهنا في زي بوكس، نفتح البوكس. البوكس ده فيه الورق بتاع قول والورق بتاع اعمل والحاجات اللي هنلعب بيها ديت. نجيب البوكس ده على جنب. جبت كده. هنا هما طابعين، هنا اللي هنحط الورق بتاع قول وهنا هنحط الورق بتاع اعمل. هنا في 100 ورقة قول و100 ورقة اعمل، بس انا مش هطلع الورق كله عشان بس ايه، انا دلوقتي بس بشرح كده، لكن انتوا بقوا حطوا الورق كله يعني بتاع قول والورق كله بتاع اعمل. طيب، واللعبة بتتلعب من 2 ل6. انا مثلا هطلع 2. طيب اللعبة بقى بتبدأ ازاي؟ هي بتتلعب من شخصين ل6 اشخاص. اول حاجة بنجيب الورق بتاع اعمل ونحطه هنا، وبنجيب الورق بتاع قول وبنحطه هنا. هما هنا ايه؟ طابعين اهو، هنا قول وطابعين هنا اعمل. تمام. طيب بنعمل ايه؟ بنجيب الحاجات اللي هما جايبينها ديت وبنحطها اول حاجة عند نقطة البداية، وبعدين بنبدأ اللعبة. بتبدأ من اصغر شخص قاعد، يعني مثلا اصغر حد قاعد مثلا عنده 16 سنة هو ده اللي هيبدأ. تمام. اللعبة البداية بتاعتها ازاي؟ البداية بتاعت اللعبة، انت في اول مرة خالص بتختار لا اما ورقة قول لا اما بتختاروا ورقة اعمل. تمام. في الاول خالص انتوا بتختاروا ورقة من الورقتين، يعني في البداية خالص بتختاروا لا اما ورقة قول لا اما ورقة اعمل، بنختار واحدة بس. مثلا انا هختار ورقة قول. في البداية انت ممكن تختار ورقة اعمل براحتك بقى، انت بدايتك عايزها بقول ولا اعمل. في كل ورقة بيكون في حاجتين. في قول بيبقى في حاجتين هتجاوب عليهم، بس مش هتجاوب على الاتنين، هتقرأ الاتنين وهتجاوب على واحدة منهم بس. طب لو انت كنت مختار اعمل، هتلاقي برضو حاجتين تعملهم، هتقرأهم بس هتعمل حاجة واحدة بس. تمام. مثلا انا اخترت ورقة قول اهو في البداية خالص، وحاجتين مثلا هقرأهم عشان اشوف انا هختار ايه. شخص دايما بيتكلم اوف توبيك من القاعدين، والحاجة التانية اوصف نفسك بكلمة واحدة. مثلا انا هختار ان انا اوصف نفسي بكلمة واحدة. خلاص مثلا وصفت. هنا بيبقى ده السؤال اللي انا اخترته. مثلا بيبقى اللعبة دي من غير ظهر، بس هنتحرك ازاي الحركات دي؟ هنا بيبقى عند السؤال اللي انت هتختاره او الحاجة اللي انت اخترتها بيبقى فيه زي ايد او رجل، يعني عدد الخطوات. مثلا انا اخترت السؤال ده اللي هو ان انا وصفت نفسي بكلمة، مرسوم لي خطوة واحدة، فانا مثلا الابيض همشي خطوة واحدة. طب لو انا كنت اخترت السؤال ده، لو انا كنت اخترت السؤال ده وجاوبت على السؤال ده مرسوم لي خطوتين، يبقى همشي خطوتين، 1 2. تمام. بعد كده الورقة بنحطها خلاص بره او بنحطها مثلا من تحت. طيب بعد كده بقى مش بنختار احنا عايزين ايه، يعني بعد كده احنا مش هنختار احنا عايزين قول ولا اعمل، لا، ده بس في البداية بنختار براحتنا احنا عايزين ورقة قول ولا ورقة اعمل. ولكن انت بعد كده بنحدد منين
هنا على حسب انت واقف فين، انت واقف على حاجة حمراء ولا حاجة زرقاء. لو واقف على حاجة حمراء هيبقى بتختار اعمل، لو واقف مثلا على حاجة زرقاء يبقى هتبقى بتختار قول. يعني مثلا دلوقتي انا لما مثلا اخترت مثلا السؤال ده وجاوبت عليه، مشيت خطوتين مثلا اهو، ادي 1 2، واقفة عند الاحمر، يبقى انا الدور الجاي هختار اعمل. تمام. هنا بقى في حاجات كده حلوة ووحشة، زي الشاكوش، الدب البلاعة، السوستة، كوباية اللبن، الكلب. تعالوا نشوف كل واحدة. الكلب، لو قابلت الكلب في السكة هترجع 5 خطوات. البلاعة، لو وقعت في البلاعة مش هتلعب الدور اللي جاي. الشاكوش، اللي جنبك هيختار الحكم بتاعك ولازم تنفذه او ترجع 3 خطوات. كوباية اللبن، انت بقيت اقوى، تقدر تخلي حد من القعدة يجاوب بدالك وانت تاخد النقط. السوستة، قابلت سوستة هتخليك تنط 3 خطوات. لو قابلت الدب ده، اختار حد من صحابك اللي سابقينك يرجع يتعشى معاك. بس كده، هي ديت اللعبة، واللي هيفضل بقى يمشي ومش عارف ايه، واللي هيوصل لحد هنا هيكون ملك القعدة، وده اللي هيكون كسب. بس كده، اللعبة لذيذة جدا وحلوة جدا مع الصحاب، او لو اتجمعتوا مع العيلة بتبقى حلوة جدا جدا. ربنا يسعد اوقاتكم، يا رب تكونوا قدرتوا تفهموا مني.